مساء الخير، فيديو جديد انبوكسنج بلوري كلير ليجاسي اوف ديستركشن. بقالي كتير قوي ما فتحتش علبه وانا بعمل انبوكسنج كده اكون متحمس للي موجود من ايام مثلا باور اوف ذا اليمنتس. يعني انا باور اوف ذا اليمنتس ده كنت متحمس جدا لسبرايت بلو وبس، تقريبا دي كانت اخر حاجه كنت متحمس ليها. ليجاسي اوف ديستركشن بقى نازله بكميه كروت جميله وكميه ديكس نفسي العب بيها، بس من كتر ما هي غاليه انا ما اعتقدش ان انا هيطلع لي الحاجات دي كلها. بس تعالى نشوف ايه اللي موجود. الجميل بقى هنا في البتاع دي ايه؟ اولا يا سيدي العلبه دي فيها الكروت طبعا من اول الكومن، موجود فيها كومن وبعد كده موجود فيها سوبر والترا وسيكريت وكوارتر سنتري سيكريت رير. فيها كروت كتير قوي جديده حلوه. يعني انا عاجبني مثلا قوي كروت الساركوفاجس اللي موجوده فيها، عاجبني جدا برضو تجميعة الميلوديوس، سبورت الميلوديوس ده جميل جدا. عاجبني قوي الراجنرايكا كمان، وطبعا في يوبيل اللي بيحب يلعب يوبيل، فهي لا نازله بحاجات كتير قوي وفيها لا فيها شغل جامد يعني. الاول طبعا الكوارتر سنتري نفسنا يطلع نايت مير ثرون او نايت مير ابرنتس لايت سوورد دراجون لينج، كل حاجات تقريبا الكوارتر سنتري كويسه. الالترا بقى والسيكريت والحاجات دي بتبتديك معاك من نايت مير ابرنتس اللي هو ب 34، نايت مير ثرون 31، وطبعا التمباي بقى. انا نسيت ازاي اتكلم على التمباي ده، مشكله لوحده نتكلم عنه بعدين. ونفتح العلبة الأولى يا سيدي اللي فيها 24 باك. ما تحسش فيهم بركة كده، تحسهم قليلين قوي. طيب هل هي بقى واحد بس من التسعة ولا اتنين؟ أنا مش عارف. دايما في العادي بيبقى معاك رير واحد كده، ولا ده بقى من زمان وأنا نسيت. أوكي. فالمونيكا ماشي. تيمباي فيدرا، وهنا الكارت الوحيد اللي هو ميلوديوس ايتوال. اوكي. وايت لورد راجناريكا وسينفل سبولز. طيب احنا طبعا هنشوف في الاخر الاسعار بقى، بس هو كده اللي احنا فاهمينه ده سوبر. اللي احنا فاهمينه ان حاليا يعني هو كارت واحد بس من الكروت هو اللي بيطلع كارت فويل او كده. طيب واحد اتنين، ده قديم، ده ريبرنت، وفي ريبرنت هنا كمان. in papa's step foot if a card is sent to the graveyard ما عدا الكارت ده بانش up to 5 كارد، اعمل بانش ل5 كروت من مقبرتك مقلوبين، ولو عندك 7 او اكتر مقلوبين خصمك يبانش نفس عدد الكروت من مقبرته مقلوبين بحد اقصى 5. ماشي حلو اكيد للكاشتيرة صح. تانترم تورلر، تعال نشوف ايه ده. مش باين طبعا. تاندرم تورلر مره كل تشين لما في كارت يتعمل له نيجيت تعمل اتاتش الكارت من مقبرتك وكارت مقبره خصمك للكارت ده. الكارت ده بقى بيقول لك بياخد الافكت بتاعه على حسب كام ماتيريال. قال لك واحد او اكتر بيزيد 700 نقطه هجوم ودفاع لكل ماتيريال موجوده فيه. واو. 4 او اكتر ما بيتدمرش بالمعركه او بكارد افكت، ده حلو قوي، ده كارت جميل. 8 او اكتر تعرف تعمل دي اتاتش ل4 وتدمر كل الكروت اللي على الفيلد. ايه ده الكارت ده حلو قوي لاي حاجه فيها ليفل 1. تاني واحد عندنا سوبر برضو، امبريس اوف ايشند 2 بايرو مونسترز يطلع دارك ماشي. وبعد كده كريكولا سبيريت ده بلان تونر وتنباي دراجون التاني. كده 2 تنباي دراجون طلعوا لنا، ناقص لنا طبعا الغالي لو اعتقد مش هيطلع يعني. حلو الميلوديوس اهو، والميمنتو لتن فيوجن سيكريت رير فيوتشر سايلنس. انا الكارت ده انا كنت عايزه، هو ب5 و8 بس انا يعني كارت شكله جميل. الكارت ده الافكت بتاعه بقى رائع. اولا بيقول لك ينفع تاد مونستر اسمه مكتوب فيه شاينينج ساركوفاجس من الديك لايدك، ولو شغلت الافكت ده خلال الباتل فيز وانت عندك شاينينج ساركوفاجس ووحش موجود في الاسم ده كمان، يعني وحش بيمنشن نفس الاسم، كل واحد يسحب لغايه ما يبقى عنده 6 كروت في ايده. ده كده السيكريت رير بتاعنا. والانيشنت جير كمان انا محتاج ابص عليه عشان انا بحب كروت الارث ماشين اصلا، فاكيد الانشنت جير لو السبورت اللي نازل بتاعه كويس انا ما بصيتش عليه هيفتح باب تاني للانشنت جير، لان انا بحب امرجهم مع السوبر هيفي والحاجات دي. ماشي. ده السانجن ماشي. جانجل، وهنا سوبر اللي هو راجناريكا تشين كويل، وبعدين راجناريكا ساموراي و لايت سوور. حتى الان كده انا اعتقد في اعتقادي الشخصي هيطلع 2 سيكريت 4 الترا و16 او 18 سوبر ممكن،
ولا اكتر، ولا 6 الترا مثلا. اعتقد ممكن يبقى 4 سيكرت، مش عارف. 4 سيكرت 6 الترا يبقوا 10 وبعدين 14 سوبر. طيب ادي هنا نشوف ده انيشنت جير دول، وانيشنت جير دارك جولم سوبر، انيشنت جير كوماندر، وانيشنت جير ادفانس. نازل كتير كروت انيشنت جير، دي حاجه جميله ومشجعه. طبعا انت ممكن تسال ازاي هتمرج الانيشنت جير وهو مليان سبيل وكده مع السوبر هيفي ساموراي وما فيهوش سبيل. اقول لك مش عارف، هي بتيجي كده. ميلوديوس اهو حلو، وده الفيدرا، وده هنا سوبر برضو الاشند. طيب وفي ويت لورد كروت يا جماعه. السكال سيرفنت نزل منها ويت لورد، ده سبورت جديد بعد فاكر ويت برنسس وويت برنس والكلام ده. وده البتاع ماشي كده. احنا عندنا 1 والباقي كله حتى الان سوبر. طيب راجناريكا ارمورد، لايت سوورن، توين، جنجل دويلر، وبلوم سيكريت رير تاني، وده $10. وبعد كده هنا يبقى ده الكارت الكامل المفروض بقى الكارت طيب تعال نكمل. ده كارت $10 زي ما بنقول للراجنارايكا. طيب انيشنت جير كده باين اوضح صح؟ بحاول بس اظبط الكاميرا لان الوضع غريب اوي. الميلوديوس الجديد، سنتوريون، وبلوم، وده، واخيرا هنا blessing of the voiceless voice برضو. طيب دبل داي. انا بنبسط اوي لما بينزلوا حاجات للور قديم كده زي داي ده. الصراحة بقى بيبقى محتاج يرجع يبص على القصة. ماشي ميلوديوس اهو، تيرن سايلنس سوبر رير، وبعدين شوية كروت عادية. مش عارف ايه كمية السوبر المهولة دي. وهل الكوارتر سنشري فرصة ممكن تطلع؟ مش عارف. احنا قلنا ناخد 1 2 3 4. طيب لايت سوورن وديناصور، راجناريكا، تيمباي، اوه الترا رين نايت مير نايت مير ثرون. ده يا جماعة ب31 صح؟ نايت مير ثرون ب31 يعني كده ده ب10 وده ب5 كده 15 وده ب31. العلبة دي جميلة، انا مبسوط بالعلبة دي يا جماعة. انا كنت مبسوط بيها، مش متحمس والله للعلبة دي، فحتى الان هي ماشية معايا كويس قوي. نتمنى يطلع احسن. تعال نشوف 1 2 3 4. طيب زوما ذا ايرث باوند. زوما ده كان كارت لو فاكرينه التراب اللي بيسبيشال سامن نفسه 1800 1500. هنا بقى مزودين عليه ايه سبيشال سامن ده كانه زوما برضو 1800 1500. all monsters your opponent attack that can attack must attack. شفت بقى all monster، كل الوحوش اللي عند خصمك اللي ينفع يهاجموا لازم يهاجموا على الكارت ده. طبعا اللي هو ايه must attack if able، بس تقريبا من كتر الطريقه غيروها خلوها that can attack must attack. اللي يقدر يهاجم لازم يهاجم. لو الكارت ده اتدمر عن طريق هجوم من وحوش خصمك، تنقص اللي قدامك دامج على قد دبل الاوريجينال اتاك بتاع الوحش اللي دمره، ماكسيمم 3000. لو كارت اتوال تاني. اتوال عملت كنافة. الكنافة نافة فكرة جديدة ومش متشافة، شافة. طيب 1 2 3 4. طبعا التنباي دراجون ده حاجة مأساوية دلوقتي اهو. وفي بكة ميلوديوس، ومعانا بيريت نايت، بايرايت نايت. ايه ده البايرايت نايت ده وحش ايرث. this card لو الكارت ده في ايدك او في المقبرة، تعرف تتارجت وورير مونستر ايرث اور فاير وترجعه لايدك. ولو عملت كده سبيشال سامن الكارت ده، وبعدين تعمل سبيشال سامن توكن عند خصمك في الدفاع، وخلال المعركة ينفع تعمل سبيشال سامن لورير من ايدك. مش عارف ايه الكروت بصراحة، انا بقالي كتير مش متابع قوي بصراحة. طيب وادي الراجنارايكا، وادي الديناصور، و blessing of the voiceless voice تاني، ونكمل. طيب ايزا the dragoness of deranged devotion. طيب fusion، ومعانا مينيرفا the Athenian light sworn. ومينيرفا $2.80.
ماشي كده عندنا 2 الترا و2 سيكريت. انا اعتقد بقى على الاساس ده ان هيطلع كمان 2 الترا وخلاص. ده رأيي الشخصي يعني، ان هي هترسى على كده. هو مفيش ريبرنت هنا، يبقى الكارت ده مش نفس الكارت صح؟ طيب سينفل، يبقى الكارت ده مش هو نفس الكارت القديم مش كده؟ banish one fusion and two exceeds monster. لا التاني اسمه linear equation، ده simultaneous equation canon، ده واحد تاني. تعمل banish لفيوجن واتنين exceeds بنفس الرانك من الاكسترا ديك اللي الcombined level ورانك equal to total number in cards in both players hands and on the field. ماشي، يعني انا هشوف الكروت اللي في ايدي وايد اللي قدامي وعلى الارض عندي وعند اللي قدامي قد ايه، واعمل مثلا ماشي اوكي return two of the banished monsters to the extra deck. one exceeds one fusion اللي لسه عاملهم banish. اللي combined level ورانك بتاعهم equals 2 بيساوي ليفل او رانك وحش معدول عند خصمك، وبعدين اعمل بانش لكل الكروت اللي عندهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكارت ده؟ يعني انت الاول مثلا في 10 كروت موجودين، فتقوم عامل بانش لوحش فيوجن 5 ووحشين، لا مش 5، وحش فيوجن 4 ووحشين اكسيز كل واحد رانك 3 مثلا، وبعدين تراجع وحوش معمول لها بانش، وحش فيوجن وحش اكسيز مجموعهم هما الاثنين على قد وحش ليفل وحش موجود على الارض، وبعد كده تعمل بانش. الكارت ده ليه بوتنشال اكيد، يعني الكارت ده اكيد هيبقى كويس بطريقة ما. صعب اوي. طيب وبعدين باتل جارد ده سوبر، يعني عاملين سبورت للباتل جارد. انت متخيل احنا وصلنا لحد فين؟ راجنا رايكا ساموراي، وده ده ماشي من السكارفجس ساركوفاجس، ده من الساركوفاجس. جولدن ده جوبلin باي جراند. تن 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 تيرن سايلنس ده سوبر، بس طبعا الكوارتر سنتري ده بعيدة شوية. way where there is a will ده سوبر ماشي. تعالى كده نبص عليه. الكارت ده بيعمل ايه؟ خلال الدور اللي عليه الدور بيشغل الافكت ده، يشوف يشوف كروت من التوب اوف هيز ديك على قد عدد الكروت اللي عند خصمك، وبعدين يقاد واحد منهم لايده، وبعدين يرجع الكروت اللي هو الباقيه زائد كارت من ايده في البوتوم اوف ذا ديك. حلو كده باي ترتيب. خلال الاند فيز، خلال اخر الدور، لو في لاعب كشف 9 كروت او اكتر، يشغل الافكت ده ان هو يخلي اللي قدامه يفنط كل الكروت اللي عنده على الارض وفي الجريف يارد في الديك. فانت كده بتعاقب الشخص اللي عنده على الارض بتاعته اكتر من 9 كروت، يعني المفروض ما يبقاش عنده اكتر من 9 وانت اساسا ما عندكش غير 12 مكان. فانت حاليا ممكن طبعا الكارت ده ممكن يبقى له سنة بوتنشال برضو، بس صعب ان انت تلعبه لان انت اللي قدامك برضو هيستخدمه، فانت هتحد نفسك، الا لو انت بتلعب بكروت انت عارف ان الكنترول بتاعك مش محتاج كروت كتير مثلا. هنشوف. طيب احنا عارفين كل ده خلاص فهمنا، وهنروح لإتوال. هو ايه يا جماعة موضوع إتوال ده فيه ايه؟ ده كروت ايه ده؟ الباك دي مفتوحة ولا ايه؟ طب هل هي مفتوحة يكونوا حاطين لنا فيها كوارتر سنتري مثلا ويبسطونا؟ سينفل لا هو باي رايت ده ولا؟ بس هو ليه كروت الميلوديوس ما طلعتش كتير؟ انا كنت عايز اجمع الميلوديوس. 10 باي بخ اهو، ومعانا ذا دراجون اندر تيكر اللي هو كارت الترا رير، وده بدولار 27 مع الاسف. ماشي ميلوديوس تاني احنا شفناه اهو، ده طلع لنا قبل كده سوبر رير. طيب تعال نشوف على طول بقى بدل. ماشي جوبلin بايكر والكروت العادية ناقص 2. انت شايفين اللمعة دي؟ شايفين اللمعة دي؟ تا 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 Magicians of Bond and Unity Quarter Century Rare. تا 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 تا. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انا سعيد اوي يا جماعة والله، انا بقيت انبسط لما افتح
وده ب$69. Magicians of Bond and Unity. خليه كده بقى ما نلمسوش. تعالى بقى نقرا الافكت بتاعه من الويب سايت، يعني مش عايز امسكه قبل ما احطه في سليف بصراحه. cannot be normal summoned او set must be special summoned from hand. ما ينفعش تعمله normal summon special summon، لازم يتعمل له special summon من ايدك بان يبقى عندك 25 كارت او اكتر في مقبرتك. لما يبقى عند خصمك 25 كارت او اكتر في مقبرته، الكارت ده بيزيد 2500 هجوم ودفاع. ايه بس كده؟ ايه الكارت العبيط ده؟ ماشي يعني حلو حلو، بس عايز اقربه للكاميرا. علامة ال 25 اهو. واو، كوارتر سنشري رير، حلو قوي. تعالوا بقى نشوف اخر باك اللي اعتقد المفروض يبقى فيها الترا، لاني اعتقد ان ده مش بيأثر على هذا العد. تعال نشوف بقى. وفعلا في الترا يا جماعه، ما بيأثرش على العد. وده ويك اب سنتوريون، وويك اب سنتوريون ده ب.4. ماشي مش مشكله، تمام، انا مش متضايق، تمام. فاحنا كده يا جماعه طلع لنا 4 و2 و1. ده انا اعتقد ان هو حظ رائع، بس احنا لسه عندنا علبة كمان. والمنطق بيقول ان احنا صعب قوي نلاقي فيها برضو نفس الكلام، يعني صعب قوي نلاقي فيها الكوارتر سنشري، لان الكوارتر سنشري تقريبا في كل كيس المفروض تقريبا بيبقى فيها 2 في كل كيس بالكتير. فانت لما بتشتري 12 علبة مع بعض بيطلع لك 2 مثلا، فكون ان الاتنين يطلعوا كمان جنب بعض دي حاجة اعتقد يعني مش احتمال قليل قوي يعني. تعالى نشوف على طول ونبتدي كده. بيادرا، حلو، ده اغلى سوبر رير موجود فيهم. بيادرا، انا يا جماعة بتفائل لما افتح الباكس اونلاين. بيادرا ب$17. طيب ده بيادرا ده نحطه مع الحاجات دي يعني، فاهم، اكراما ليه. ماشي، بيادرا تاني علبة يا جماعة. بيادرا، يا ترى مين اللي هيكسب، العلبة الأولى ولا التانية؟ احنا حتى الآن بيادرا ده جميل قوي. في العلبة التانية طبعا مفيش حاجة زي كوارتر سنتري في كل الأحوال. تعال نكمل على طول. طيب شامن اوف ذا ايشن سيتي ده شفناه قبل كده. طيب برضو نفس الكلام. تعال نكمل. وهنا داندي وايت لاين. طبعا هو ده يعني النسخة الأضعف من داندي لاين، بس مفيش حاجة تحل محل داندي لاين. سوري، داندي لاين البند هيفضل طول عمره بند. المشكلة في وايت داندي لاين ده ان هو لما يروح من الفيلد او الهاند، صح، ان هو لما يروح من الهاند والفيلد للجريف يارد ينفع تجيب 3 توكن بس، ما ينفعش تعمل سبيشال سامن من الاكسترا ديك في خلال نفس الدور. فيعني شكرا الله. وفي مور مارشميلون ده هما ايه. ده برضو ليه علاقة بشايننج ساركافاجس. مشكلة ان شايننج ساركافاجس نفسه ما بيطلعش، هو غالي قوي. خليه هنا. مور مارشميلون وداندي وايت لاين. خلينا نشوف. ميراج ميرور فورس. هو ايه موضوع الكروت القديمة النهاردة عمالة تطلع ورا بعض في الباك دي، كل الكروت اللي هي طالعة، فاهم. ده ميراج ميرور فورس ده تحت خالص. ماشي، ده بيقولك ايه بقى. when your opponent monster declares an attack special summon illusion. ده ليه علاقة بالillusion. ماشي. طيب ميلوديوس وكود اوف سول، وبعدين السنتر. ها ونشوف ده معانا. turn silence طلع لنا قبل كده برضو، عشان يبقوا 7 بدل 6. يا عم هو ايه موضوع اتوال ده؟ خلاص عرفنا. ماشي، تعال نشوف. بايدرا تاني. بايدرا تاني في نفس العلبة والسوبر. ايه ده حلو قوي. ده كده 17 تاني. ده حلو قوي يعني، حلو قوي طبعا بالنسبة للباك. هو كده ناقص كام باك هنا؟ ناقص هنا 4 8 12 14. كده 2 بايدرا في السوبر. احنا لسه ما شفناش الالترا ولسه ما شفناش السيكريت. نتمنى ايه جادجت ترايو ده الترا، ما اعتقدش ان هو جامد. ب$2. حلو حلو. مش عايزين يعني فاهم.
ماشي سوبر برضو. مش عايزين نبقى شكلنا كده مش مبسوطين، لان انا مبسوط بصراحة. يعني انا شفت. نكمل نكمل نكمل. ومينيرفا، صح؟ مش دي مينيرفا هي تاني؟ احنا قلنا مينيرفا دي مش غالية، مينيرفا دي ب2.8. ماشي ماشي ماشي. 2 الترا كود اوف ذا سول. وبعدين ليه انا بشوف الكروت كلها رغم ان انا عارف ان هي كلها كومن؟ لان ما يمكن يتلخبطوا ولا حاجه. ايه المشكله؟ برضو تيرن سايلنت. تيرن سايلنت طلع كتير. اللي بيخليهم يتلخبطوا في اسم الكارت يتكتب غلط، مش هيتلخبطوا ان هم يحطوا مره كيس فيه حاجه غلط. اكيد ممكن تحصل يعني. طيب تك تك. ده سيكريت. ادي اول سيكريت اهو. ايه بقى؟ اوه اوريجن سين كيبر ده كان كويس. ده ب12، ده ب13. حلو قوي. حلو قوي. عندنا كارتين كل واحد ب17، وعندنا ده ب12 برضو. جميل جميل. واللي بعده عندنا هي دي الكارت ده. ماشي. رحلتنا بندولم ويتش. ايه بندولم ويتش دي؟ ايرث سبيلكاستر. لو فيس اب فيوجن سينكرو اكسيز اتدمر بمعركة او بكارد افكت، والكارت ده في البندولم ممكن تقعد بندولم مونستر بنفس الاوريجينال تايب بتاع الوحش اللي اتدمر. حلو والله. ونكمل. ناقص لنا 1 وهنا 2، وممكن يبقى فيه 1 هنا. سنيك اي دايا بيل ستار ب1 بوينت برضو. مش قوي واضح ان الالترا مش احسن حاجة في هذه الباك. كده ناقص 1 و1، ونتمنى يكون في كوارتر سنتري. ونروح على طول ل اشند برضو. مفيش حاجة. ناقص كده 4 باكس. 4 باكس. ده السيكريت اهو. السيكريت سبيل. بص بقى احنا ايه، نحنس نفسنا زي ما كنت بعمل وانا صغير. ممكن يطلع فيوتشر سايلنس ويطلع ب6، وممكن يطلع بلوم ب10، او يطلع شاينينج ساركافيكس ب12.5. فمعانا النهاردة فيوتشر سايلنت برضو. ماشي كده. عندنا الاتنين السيكريت بتوعنا اللي هم والله مش وحشين يعني. مش وحشين كل السيكريتس اللي طلعت. حلو. ناقص 1 الترا. وهل يا ترى ممكن يطلع كوارتر سنتري؟ مش عارفين. ده لايت مون. ده سوبر. تن 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 تن. الترا ولا؟ لو ده ما طلعش فيه حاجة يبقى ما فيش كوارتر سنتري. لو ده طلع الالترا يبقى احنا لسه عندنا فرصة تانية في الكوارتر سنتري. وده ولا حاجة. ده جولد برايد ايت. يبقى ما فيش كوارتر سنتري طبعا في هذه الباك. ونشوف اخر حاجة معانا في الالترا، الا وهي فيديوس The Dragon of Endless Darkness، وده ب$60 مع الأسف. وبهذا ينتهي كل الانبوكسنج بتاعنا اللي احنا لقينا فيه هنا. دول كلهم حاجات بسيطة، بس دول هنا 1.13 1.6، قول حوالي الاتنين 19، وهنا 34. فالرقم مش وحش يعني، بتتكلم عن 53 ولا حاجة. ده حلو قوي يعني، شغال حلو زائد كل الكروت التانية. بس كده. ده كان الانبوكسنج. طبعا اول علبة هي اللي كانت رائعة، هي اللي كان فيها حاجات كتير قوي. فشكرا للي تابع الفيديو للاخر. وده كان الفيديو ببساطة. اشوفكم بقى الفيديو الجاي. يا ريت لو عجبكم بقى تعملوا لايك وسبسكرايب والحاجات دي. شكرا.